في قصة كثير أنا بحب أحكيها بالمجالس، ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر الحبيب الأعظم والرسول الأكرم وتاج الرؤوس وحبيب النفوس وطبيب العقول والقلوب صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فرحا يضحك. قالوا: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ ليش عم تضحك؟ قال: رأيت في الرؤيا رجلا من أمتي يمشي على الصراط، الصراط أحد من السيف فوق متن جهنم، مو صعب المسير عليه لولا فضل الله عز وجل. قال: رأيت رجلا من أمتي يمشي على الصراط، يمشي مرة ويكبو مرة، يمشي مرة ويكبو مرة، يعني المشي غير متزن. قال: فجاءته صلاته علي فأقامته على الصراط حتى أدخلته الجنة. شو اللي دخلوا الجنة؟ مو الصيام، مو الصدقة، مو طلب العلم، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن جرير الطبري يقول في قول الله عز وجل في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال: المعقبات هم الملائكة الموكلين بالحفظ، واحد عن يمينه واحد عن شماله. ثم قال: واثنان على شفتيه يحفظون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ملكين من الملائكة موجودين على شفاه كل واحد منكم، بس قلت صلى الله عليه وسلم يكتبون أجر الصلاة. إذا أخطأت لا يسجلون الخطيئة، مو شغلتهم. إذا سبحت الله لا يسجلون التسبيح، ليس عملا لهم، مو شغلتهم. وظيفتهم من الله عز وجل حفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شفاء كل واحد منكم. حتى شو بيقول، مرة قرأت في كتاب، أنا أوصي بهذا الكتاب كثيرا، اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم كتاب ألف في فوائد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام السخاوي رحمه الله. بيقول الإمام السخاوي في الكتاب، يقول: رؤي أحد الفجار في المنام، رجل مسرف على نفسه، كان فاسقا عاصيا لله عز وجل. قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: خيرا. قالوا: بما فعل الله بك؟ ليش يعني خيرا؟ نحن بنعرفك مو نظامي أنت. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فرفعت صوتي بالصلاة عليه، يعني قال صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه كل من في المجلس فغفر لي بذلك. يعني أنت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدك تصلي على النبي لا تستحي يا أخي الكريم، أنت عم تصلي على من صلى الله عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر حادثة ثانية، قال: كان يكتب قال رسول الله فيكتب صاد، أي من إساءة الأدب مع النبي. قال: فرأيت رسول الله في الرؤيا عابسا، فصرت أكتب صلى الله عليه وسلم، فرأيته مرة ثانية مبتسما. لا تبخل، كاتب ورقة كاملة، عجزت عن كلمة صلى الله عليه وسلم. الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي شرح تقريب النووي يقول: أول رجل كتب صلعم، محمد بيكتب صلعم، ابتلاه الله بشلل يده. يا أخواننا سيد الخلق. بعدين رب العالمين شو بيقول؟ شوف بالصلاة شو بيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. مين أول واحد صلى عليه؟ الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه الله عم يقول لك إذا أنت صليت ولا ما صليت مثل بعضها، لأنني صليت عليه ومن صليت عليه سعيد في الدنيا والآخرة، لكن أنت المستفيد بالصلاة عليه. فلا تمرون اسمه صلى الله عليه وسلم بدون ما نصلي عليه، تمام؟ وإلا بيزعل الحبيب الأعظم والرسول.